تحيا مصر وتحيا الجزائر. ايش تحيا مصر؟ انت مرمطت ام مصر اخي. استاذ ياسر، يا استاذ ياسر، الله يسامحك يا استاذ ياسر، فتحت علينا فتح. الله يخرب بيتك يا ياسر جلال. بس الفنان المصري ياسر جلال. ياسر جلال كان في مهرجان وهران بالجزائر وخرط خرطه دابا من يقنع لنا الجزائريين انه خراط. هبد هبده هيخلي الجزائريين يمسكوها علينا زله طول العمر. ما غلطش ياسر جلال. الله يخرب بيتك يا ياسر جلال. قال تصريح غريب اثناء تكريمه في مهرجان وهران في دوله الجزائر الشقيقه، فتقريبا حب يرد لهم الجميل، قام موجب معاهم وحكى قصه مش حقيقيه. فهو قال يجاملهم، راح قال معلومات تاريخيه كاذبه. كان في اشاعه ان اسرائيل هتعمل انزال في ميدان التحرير، فالجزائر بعتت جنود صاعقه عشان يحموا المواطنين الستات والرجاله المصريين. نزلوا صاعقه جزائريين في ميدان التحرير يحموا الرجاله المصريين، ايه اللي مستخبين تحت السرير؟ قول والله. شفتوا حجم الخرطه؟ ايه يا فنان اللي حضرتك عملته ده؟ ياسر احنا عايزين. طبعا انا والدي اللي حكى لي الكلام ده. قال انا لست المسؤول، هو ابي اللي قال لي. بابا قال لي؟ بابا قال لك ايه؟ كان مصدره الوحيد ابوه هو اللي حكاله. بس مش اي حاجه ابويا يقولها لي اصدقها. والمشكله انها خرطه، المشكله انها خرطه. القصه اللي السند الوحيد بتاعها ابوه وامه وخاله وخالته. ابوك وهو صغير ضحك عليك وقال لك كلام فارغ. بالذمه ده كلام يعقل؟ انا مش قادر استوعب يعني ايه بابا قال لي. ابوك وهو صغير كانت معلوماته على قده، لما كبرت انت ما عقلتش وقريت. امبارح لما شفت على الفضائيات بعض الساده المحترمين المتخصصين قالوا ان المعلومه دي خاطئه، فانا طبعا بعتذر عن الكلام اللي قلته. احنا متقبلين اعتذارك يا استاذ ياسر وعارفين انك غلطت. الفكره مش في انك غلطت، الفكره ان احنا هنقنع ازاي الجزائريين ان انت غلطت والكلام اللي انت قلته ملوش اي واقع بالحقيقه. هذا الممثل ولا هذا الفنان قال الحقيقه، قال الحقيقه وقال الوقائع، وهذا موجود في التاريخ. عادي، عاوناكم وراه المشكل كيعاوناكم. جمعوا كاع المصريين بالسيسي بجدهم كامل وتجوا تقولوا الجزائر ما دارت والو، اقسم بالله غير التاريخ يهدر. وانا مش قلت لك يا استاذ ياسر اننا هنعاني؟ هم اخواتنا الجزائريين 90% منهم قال لك استاذ ياسر قال الحقيقه. قال الحقيقه. والجزائر هيفضلوا يعايرونا باللي انت قلته ده سنين قدام وهتشوف. انت بعضمه لسانك قلت انها اشاعه. كان في اشاعه ان اسرائيل هتعمل انزال في ميدان التحرير، فالاشاعه جابت الجزائريين لحد ميدان التحرير يحموا المصريين. الجزائر مين يا باشا اللي بعتت لمصر قوات صاعقه عشان تحميها اذا كانت مصر اللي مؤسسه لهم قوات الصاعقه بتاعتهم؟ يعني ما كانش في صعقه اصلا في الجزائر 67. فانتوا ما كانش في اصلا صعقه في الجزائر علشان تنزل تساند مصر. على فكره في الجزائر ما اسمهمش صعقه، اسمهم القوات الخاصه، واللي انشاها الصعقه المصريه. تم انشائها 22 ديسمبر 1969. كوماندو جزائري والله غير راحوا.